بناء على المعطيات الحالية ونحن في قلب البطولة ديسمبر 2025، يمتلك المنتخب المصري حظوظا قوية جدا للمنافسة على اللقب الثامن في تاريخه. إليك تحليل لفرص الفراعنة بناء على أدائهم في دور المجموعات والمعطيات الفنية. 1. الموقف الحالي في البطولة ديسمبر 2025. تصدر المجموعة، حسم منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي 2-1 وجنوب أفريقيا 1-0 والتعادل مع أنجولا 0-0 في الجولة الأخيرة. التأهل المبكر، مصر كانت من أول المنتخبات التي ضمنت التأهل لدور ال16، مما سمح للمدرب حسام حسن بإراحة الأساسيين في المباراة الأخيرة أمام أنجولا. الدفاع والصلابة، استقبل المنتخب هدفا واحدا فقط في 3 مباريات، مما يعكس انضباطا دفاعيا جيدا تحت قيادة التوأم. 2. نقاط القوة التي تعزز فرص مصر. القوة الهجومية الضاربة، وجود محمد صلاح ليفربول بجانب عمر مرموش الذي انتقل لمانشستر سيتي وفقا لتقارير البطولة ومصطفى محمد، يجعل هجوم مصر من بين الأقوى في القارة. الروح القتالية، يعتمد حسام حسن على شحن اللاعبين معنويا، وهو ما ظهر في مباراة جنوب أفريقيا حيث صمد الفريق رغم النقص العددي بعد طرد محمد هاني. تألق مصطفى شوبير، أثبت الحارس الشاب جاهزيته ليكون بديلا استراتيجيا قويا لمحمد الشناوي، مما يطمئن الجماهير على حراسة المرمى. 3. التحديات والعقبات المحتملة. المنافسة الشرسة، المغرب صاحب الأرض هو المرشح الأول للبطولة بنسبة توقعات تصل ل 19%، تليها مصر بنسبة تقارب 15.7%، مع منافسة قوية من السنغال والجزائر ونيجيريا. طريق الأدوار الإقصائية، بصفته متصدرا لمجموعته سيواجه المنتخب المصري أحد أصحاب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، وهو ما قد يضعه في مواجهات معقدة مبكرا. الضغوط الجماهيرية، يطارد محمد صلاح حلمه الأول في تحقيق اللقب الإفريقي بعد الإخفاق في نهائي 2017 و2021، وهو ضغط قد يكون إيجابيا أو سلبيا. خلاصة التوقعات، مصر حاليا هي تاني أقوى مرشح للفوز باللقب وفقا لمكاتب المراهنات والتحليلات الرياضية، إذا استمر التوازن الدفاعي ونجح العميد حسام حسن في إدارة مباريات خروج المغلوب بنفس الذكاء التكتيكي الذي ظهر في دور المجموعات، فإن حلم النجمة الثامنة يبدو قريبا جدا.